أهلا بيكم في شرح جديد. جوه كل واحد فينا في عالم كامل من الخلايا اللي بتشتغل ليل نهار. بس يا ترى إيه اللي بيحصل لما خلية من الخلايا دي بتتعرض لإصابة أو ضغط؟ في رحلتنا النهاردة هنغوص في تفاصيل الفصل الثالث عشان نفهم بالظبط إزاي الخلية بتستجيب، وده يعتبر حجر الأساس لفهم أي مرض بيصيب جسمنا. وده السؤال المحوري، يعني كل القصة بتبدأ من هنا. أي خلية بتتصاب بتقف قدام مفترق طرق لازم تختار منه. يا إما هتقدر تتكيف مع الوضع الجديد وتتعافى وترجع زي الأول، أو للأسف هتستسلم وتوصل لنقطة اللا عودة اللي هي الموت. طيب خلينا كده نفصص الطريقين دول. الطريق الأول اللي فيه أمل بنسميه الإصابة القابلة للعكس، أو بالإنجليزي irreversible injury. المرحلة دي لها اسم تاني وهو التنكس أو الديجنريشن. أما بقى الطريق التاني فده اللي ما فيهوش رجعة خلاص. دي الإصابة اللي بنسميها irreversible injury ونتيجتها واحدة ومن غير نقاش: موت الخلية أو السيل ديث. يبقى إيه هو الديجينيريشن أو التنكس ده؟ ببساطة دي أول استجابة من الخلية لما تتعرض لضغط بسيط. بيحصل شوية تغيرات شكلية في السيتوبلازم بتاعها، لكن أهم حاجة إن مركز التحكم اللي هو النواة أو النيوكليوس بتفضل سليمة. وطالما النواة سليمة يبقى في فرصة كبيرة للخلية إنها تتعافى وترجع لطبيعتها لو السبب اللي أذاها ده اتشال. التنكيس ده ليه شكلين أساسيين ومشهورين جدا. النوع الأول اسمه هيدروبيك تشينج أو التورم المائي، وده من اسمه كده الخلية بتتملي مية وبتنتفخ. والنوع التاني هو الفاتي تشينج أو التغير الدهني، وده عبارة عن تراكم للدهون بشكل مرضي جوه الخلية. ولما نتكلم عن الفاتي تشينج يبقى لازم نذكر الكبد، لأن ده أكتر مكان بيحصل فيه. طب إيه الأسباب؟ الأسباب كتيرة ومختلفة جدا. ممكن تكون بسبب السمنة وأكل الدهون والسكريات الكتير، أو العكس تماما بسبب المجاعات. وممكن تكون بسبب أمراض زي الالتهاب الكبدي الفيروسي، أو بسبب سموم بتدخل الجسم زي الكحول. تمام، لحد هنا الخلية كان عندها فرصة ترجع. دلوقتي بقى خلينا نروح للمرحلة الأصعب، مرحلة اللا عودة. لما الإصابة بتكون عنيفة قوي أو بتستمر الوقت طويل، الخلية بتفقد قدرتها على المقاومة وبتموت. موت الخلية ده بيحصل بطريقتين أو آليتين مختلفين. الطريقة الأولى هي النكروسس أو النخر، وركزوا في التعريف ده. هو موت مجموعة خلايا جوه نسيج حي، يعني مش خلية واحدة بتموت لوحدها، لا دي مجموعة كاملة والجسم حواليها لسه عايش. أشهر سببين للنخر هما نقص إمداد الدم اللي بنسميه إسكيميا، أو نقص الأكسجين اللي هو هايبوكسيا. مهم قوي نعرف إن النكروسيس مش نوع واحد، لا ده ليه أشكال وأنواع مختلفة على حسب النسيج المصاب وشكل الإصابة. الأربعة الأساسيين اللي لازم نكون عارفينهم هما النخر التخثري أو الكواجيوليتيف، والنخر الإسالي أو الليكويفاكتيف، والنخر التجبني أو الكاسيوس، وأخيراً نخر الدهون أو الفات نكروزس. وهنا بنشوف مثال واضح جدا لواحد من أشهر الأنواع دي، النخر التجبني أو الكازيوس نيكروسيس. الاسم جاي من شكله، لأن النسيج الميت بيكون أشبه بالجبن المفتتة، والمظهر ده هو علامة مميزة جدا لمرض السل أو التوبركلوسيس. طيب، سؤال سريع عشان نثبت المعلومة. في أي مرض بنشوف الكيسيوس نيكروسيس بشكل أساسي؟ بناء على اللي لسه قايلينه، الإجابة طبعاً هي السل أو التوبركلوسيس. تمام جداً. نروح بقى للطريقة التانية لموت الخلية، وهي الأبوبتوسيس أو الموت الخلوي المبرمج. وهنا بقى الموضوع مختلف تماما. على عكس النكروسيس اللي كان فوضوي وبيعمل التهاب، الأبوبتوسيس ده عملية منظمة جدا وهادية. دي عملية تدمير ذاتي مبرمجة بتستهدف خلية واحدة أو عدد قليل من الخلايا. الجدول ده مهم جدا وممكن نعتبره خلاصة الموضوع كله، ومهم قوي في الامتحانات. المقارنة دي بتوضح الفروق الأساسية. النكروزيس بيأثر على مجموعة خلايا ودايما سببه مرضي وعملية فوضوية بتسبب التهاب. أما الأبوبتوزيس بيأثر على خلايا فردية، ممكن يكون طبيعي ومفيد للجسم أو مرضي وعملية منظمة جدا. طيب، في سيناريو ثالث. ايه اللي بيحصل لما الخلايا بتكون مجهدة ومش شغالة كويس، بس في نفس الوقت مش بتموت؟ اللي بيحصل إنها أحياناً بتبدأ تجمع جواها مواد مش عارفة تتخلص منها. التراكمات دي بتسبب حالات مرضية مختلفة. الخلية ممكن يتراكم جواها حاجات كتير زي الدهون أو الجلايكوجين أو البروتينات، بس إحنا النهاردة هنركز على تراكم الأصباغ أو البيجمنتس، لأنها بتورينا حاجات كتير عن اللي بيحصل جوه الجسم. الأصباغ دي ممكن تتكون جوه الجسم أو تجيله من بره. الأصباغ دي نوعين، يا إما داخلية المنشأ أو endogenous، يعني الجسم هو اللي بيصنعها زي صبغة الميلانين والهيموسيدرين،
أو بتكون خارجية المنشأ أو exogenous، ودي بتدخل الجسم من البيئة المحيطة زي الكربون اللي بنستنشقه أو حبر التاتو. ومن أشهر الأمثلة على تراكم الأصباغ الداخلية هي حالة الهيموسيدروسيس. دي حالة مرضية بيحصل فيها تراكم لصبغة الهيموسيدرين اللي هي عبارة عن مخزن للحديد جاي من تكسير الهيموجلوبين، والحالة دي بنشوفها بشكل واضح في الناس اللي بتعمل عمليات نقل دم متكررة. ودلوقتي وصلنا للمرحلة الأخيرة في رحلتنا مع الخلية المصابة، وهي التكلس المرضي أو الباثولوجيكال كالسيفيكيشن. وده ببساطة معناه إن الكالسيوم بيترسب في أماكن غلط، أماكن مش المفروض يكون موجود فيها. المقارنة دي برضو مهمة جدا جدا. التكلس المرضي ده نوعين. الأول هو التكلس الضموري أو الديستروفيك كالسيفيكيشن، وده بيحصل في أنسجة ميتة أو بتموت، وأهم حاجة إن مستوى الكالسيوم في الدم بيكون طبيعي. أما النوع التاني هو التكلس النقيلي أو الميتاستاتيك كالسيفيكيشن، وده بقى بيحصل في أنسجة سليمة وطبيعية، والسبب بيكون إن مستوى الكالسيوم في الدم نفسه عالي قوي. السؤال كمان للتفكير، إيه هي الحالة المرضية اللي بترفع مستوى الكالسيوم في الدم وبالتالي بتكون سبب رئيسي للميتاستاتيك كالسيفيكيشن؟ فكروا في الهرمون المسؤول عن تنظيم الكالسيوم. الإجابة هي فرط نشاط الغدة الجاردرقية أو الهايبر باراثايرويدزم. إذن لو هنلخص كل اللي قلناه في نقطة واحدة، فهي إن أي خلية بتتعرض لإصابة بتقف قدام طريقين أساسيين: يا إما هترجع وتتعافى وده الديجنريشن، أو هتموت ومش هترجع تاني وده السيل ديث. في الآخر لازم نعرف إن فهمنا للي بيحصل على مستوى الخلية الواحدة من أول التورم البسيط لحد النخر والتكلس هو اللي بيدينا المفتاح عشان نفهم الصورة الأكبر، نفهم إزاي الأمراض بتحصل وبتتطور وبتأثر على أجسامنا كلها. وهنسيبكم مع سؤال أخير للتفكير. لو الخلية عندها اختيار إنها تموت بهدوء وبشكل منظم عن طريق الأبوبتوسيس، ليه الجسم أحيانا بيلجأ لعملية النكروزيس الفوضوية والمدمرة دي؟ الإجابة بتورينا التوازن الدقيق بين العمليات المنظمة واستجابات الطوارئ جوه أجسام